ممكن نركز مع بعض الفقرة دي عشان هي فيها ايه كلام حصل قبل كده. اتفضلي يا الله. رزعي زي ما انت عايزه. اتفضلي، عايزه تقولي ايه؟ فترة اتكلمنا على بودكاست عمله الأستاذ حسام الزناتي مع الزميل أحمد عبد الباسط، وقال إن في مسؤول أهلاوي كلم الأستاذ عمرو الجنايني لما كان بيدير اتحاد الكورة وقال له عايزينكم تظبطوا لنا ماتش القمة مع الزمالك دلوقتي عشان عنده غيابات وايقافات. يعني اتمنى ان تكونوا فاكرين البودكاست ده واتكلمنا عليه هنا. طبعا هو كان يقصد غياب فرجاني ساسي. يا ابله والله العظيم، يا ابله والله العظيم ما كان بيقول له عايزين نظبط الماتش. هو كان انتوا كنتوا عايزين تاجلوا الماتش عشان انتوا عندكم غيابات في نادي الزمالك، زيها بالظبط زي بتاعت خالد الغندور لما طلع على الله يا احمد يا مجاهد. ثواني انا هجيب لك الفيديو. اتفضل. على الله يا احمد يا مجاهد، على الله تاجل الماتش. اتفضل. على الله يا احمد يا مجاهد، وانا بقولها لك اهو من قناه نادي الزمالك، تفكر تاجل الماتش. طب مش هتاجل الماتش، تمام؟ هنلعب، هنطلع الايام اللي جايه دي نبتدي تسريبات، ناجل ما ناجلش، لا بقى يبقى الموضوع بقى يعني حاجه بقى. صدقتي يا ست الكل؟ صدقتي احنا عايزين ما ياجلش الماتش زيكم، زي ما انتوا برضو كان عندنا غيابات في الماتش ده وما اجل، وانتوا ما كنتوش عايزين تاجلوه. ما دي زي دي بالظبط والله يا ابله قسما. مش هيقول له ايه؟ الاهلي بيدور على حق. حقه مين يا راجل بقى؟ حق مين؟ حق مين؟ بيقول لك ان في مسؤول من مجلس اداره النادي الاهلي بيكلموا اتحاد الكوره بيقولوا له ظبط لنا ماتشنا مع الزمالك دلوقتي عشان الزمالك دلوقتي عنده غيابات، وبيقول لك بالاسم يعمل ايه تاني؟ يعمل ايه تاني؟ يقول لك ايه تاني؟ برضه مفيش فايده عمال. طب بص بقول لك ايه، احنا ما بنظبطش الحكام على هوا رئيس النادي. خدي بقى المكالمه المتسربه ديت، كانوا عايزين يظبطوا لكم الحكام على مزاج مرتضى منصور. اتفضلي. معاه قلت له عشان خاطري، عشان خاطري هجيب لك مين؟ عاوز تجيب على جمال غندور يجيب لك ولا عصام اليوم؟ يا عم الكابتن يكفي انك واحد نظيف اصله. مش قلت لك بعد اذنك ان ليك حاجه واحده قبل الماتش؟ احنا مش هجيب، انا مش عايز حد يحكم لي، انا مش عايز حد يبقى عليا. قلت له جميل، هجيب لك حكام دوليين محترمين. وانا جايب له حكم، وانا جايب له حكم هو بيحبه وهو مبسوط منه. اللي هو مين؟ ماتش الزمالك والمقص بيحبه زي الفل، مبسوط منه. ملوش حاجه، زي الفل، احسن كده، احسن زي الفل كده، زي الفل. ما تقولش حد خالص كلام ده. لا انا بقول لك انت بس، بقول لك انت بس. انت عارف ايه انا بسكته بالكلام ده ليه؟ عشان يبعد عننا.